خلّينا نقول conclusion بتاع الحلقة دي، إن يا جماعة بعد إذنكم كفاية حزق، تعبنا من كفاية كتر ملح الحزق. وفلفل بس. كفاية حزق، يعني كفايانا حزق أوي، كفايانا نحاول نقلِّد. صباح الفل يا شباب، منورين الترابيزة، منورين القهوة كلّها، ده نورك يا صاحبي. وسامعين صوت البرق، إنها تمطر في بلاد الكفار يعني. عشان عليهم غضب ربنا، فربنا بيدّيهم خير كتير. حصل، حصل. ف عاملين إيه؟ الحمد لله. أنت إيه يا ابني، مطرة وسقعة والّا مطرة بس؟ لأ مطرة وحَر، مطرة ودرجة الحرارة 28 عادي. ودي أصلًا. حاجة جامدة يعني. آه. يا عم عامل إيه يا أبو خير. السيوف؟ أبو السيوف الاكتئاب اللي على وشّك ده، في إيه؟ خير يا عم. يا عم ما رُحناش على القهوة الأجازة دي فتلاقيه مكتئب، إحنا كل أجازة لازم يروح على القهوة يتبسط كده، الحمد لله. طبق الفروت سالاد ينزل فيه، الراجل يعمل له كوكتيل، آخر مرة كان ليمون بالنعناع. على الرايق، الحمد على لله. الرايق. القهوة أنصحك برضه يا أروح. ابني مكاننا يا حلوة ابني. الحتّة الpink دي يا نصر. إيه رأيك؟ جامدة، 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 سترة يا صاحبي. جامدة، جامدة. باقول لك نعمل إيه دعاية للنحتاية خلّي بالك بتاعة الأستاذ سيف كده، أستاذ سيف آه. طلع لنا بمَج النحتاية فاهم؟ أيوه. بيعمل دعاية لنفسه. hidden لا master يعني. انا بشرب فيه كتير، مش مقصود بحاجه، انا بشرب فيه كتير وعشان بصور اليومين دول عشان هنزل قريب بالمحتوى، فقاعد مقضيها بيه بقى. دعواتك يا يا شاطر، باشا، دعواتك يا صاحبي. يا باشا ربنا يوفقك، يا رب. ربنا يوفقك، وهي دي نحتاية من ضمن النحتات. بالضبط، آآ بالضبط. أيوه. اه برضه ما حدش يعرف إحنا اتجمعنا على القهوة إزاي. بُص بقى يا سيدي، نحكي بقى إيه، خلّينا نعرّف الناس بنفسنا الأول. أنا اسمي مصطفى الشاطر، ودي ترابيزة الشاطر، اللي على قهوة نصر. حصل. أنا الترابيزة صاحب القهوة. التالتة. آآ وده أستاذ سيف المُخرج بتاعنا، الفنان الكبير يعني، إن شاء الله ربنا يكرمه بمستقبل باهر يعني. فكرة القهوة ببساطة، إن أنا طول عمري باحب القهوة، باقدّس القهوة، باشوف إن هي نادي اجتماعي free، مش محتاج اشتراكات للأثرياء ولا الطائفة بعينها، هو نادي اجتماعي لكل الناس بتتقابل عليه، مهما اختلفت. من وأنا صغير دايمًا باحب إن أنا كنت أنزل أقعد مع أصحابي، وكان زمان مش عارف دلوقتي إيه الوضع، هو مش كبير أوي يعني وزمان ده مش بعيد، بس يعني ممكن نقول 15 سَنة فاتوا، كانت القهوة بتجمع الشباب والناس الكبيرة وبنتعلّم من بعض ويمكن نلعب مع بعض طاولة ودومنة، كُنّا بنتعلّم من أفكار بعض وبنتكلّم في كل حاجة وكانوا بيدّونا نصايح for free يعني، من غير كورسات على السوشيال ميديا أو حد يعلّمني إزاي أعمل فلوس، كانت حصل. الناس دي بتعلّمني إزاي أعمل فلوس من غير أي حاجة، فعشان كده طول عمري باحب القهوة وبانتمي ليها يعني. والقهوة عامةً في الفكر فكرنا المصري يعني هي شيء كانت دايمًا يقول لك المنطقة دي عمار فيها قهوة، حصل. ففكرة القهوة كانت مرتبطة بالأمان، إن أي حد ممكن يمشي في الشارع ما دام الشارع ده فيه قهوة، أنت متأكد إن رجالة المنطقة قاعدين، ما حدش هيقدر يتطاول على حد أو كده. مؤخرًا طبعًا الناس الكبيرة بدأت تنعزل عن القهوة، ما أعرفش يعني يمكن ضغوط الحياة يعني من باب توفير المصاريف والتكاليف، إن هم لأ خلاص مش هنقعد على القهوة، فسابوا القهوة لفئة تانية من الناس، فما بقِتش يعني أمان للمنطقة قد ما بقت شيء موتِّر لأهل الأماكن يعني أهل المناطق. بس، فأنا بعد ما سافرنا واتفرّقنا وفرّقتنا الأيام، قررت إن أنا أعمل ترابيزة تاني، ونلِم الشباب على الترابيزة تاني، ونقعد ونتكلّم ونناقش كل الحاجات اللي بتأثّر فينا، بدل ما عمّالين نلِف جوّه دماغنا في loop، لأ نشارك الناس في أفكارنا ونشوف، يمكن يحصل حاجة كويسة، يمكن يكون لينا أثر في يمكن أي نعمل حاجة. مشروع زي اللي كنا بنعمله مع القهوة. يعني أو already إحنا فتحنا قهوتنا، بس يعني أيوه. قهوة أونلاين بدون تكاليف. بالضبط. ف فيعني إحنا طول هي دي عمرنا ببساطة نِفْسنا إن فكرة إحنا القهوة نفتح قهوة. والترابيزة. س بالضبط، ده حلم كل الشباب، يفتح قهوة أو مزرعة كتاكيت أو مغسلة وشوية مَيّة وطخ، طخ، طخ. أنت بالضبط. فاهم؟ يعني دي كلّها ولأ مشاريع القهوة طبعًا. بس في فكرة جديدة جات قريب.
بس دي انا اه وسيف اللي حضرناها. ابلكيشن لاكل البيوت، لما وسام قالها لنا يا سيف، فاكر؟ قعدت بعد ما قلنا الكلام ده وقعدنا القعده، في اه. 10 ابلكيشنات اتعملوا بعديه. حصل. 10 ابلكيشنات اتعملوا مشاريع بعديه، انا القهوه متابعهم. عندي، هو المشروع انا بيبدا متابعهم. وينتهي على القهوه في نفس القعده اه ما دي في افكار جديده برضه يعني، سمعنا. حلو التطور يعني، بدا في تطور اه في المشاريع. انا كانت مشكلتي في المشروع ده ان حسن كان قاعد معانا مقتنع ان انا اللي هعمل الابلكيشن ده. طبعا عامه يعني الناس بتشوف ان اي دكتور لازم يدي حقن. انت آه بما انك شغال في اي حاجه لها علاقه بمجال التكنولوجي، فانت بروجرامر وهاكر وتعمل كل حاجه. بالظبط. آه، امبارح يا صاحبي كنت قاعد، فواحد صاحبي قاعد معايا، فمش لاقط نت، فبقول له خلاص هفتح لك هوت سبوت وبتاع، فبديله كيو ار كود من على الموبايل علشان يدخل هوت سبوت، فبيقول لي لا انت هاكر. هتهكرني بقى. هدخل من لا هو عندك هو الموضوع ده بصراحه، الموضوع ده موتر، وريسنتلي بدات اخد بالي منه. هو يبان انه عادي، خاصه لو انت في مكان محترم، بس يعني سكيورتي وايز يعني ما تعملش كده، خد مني ورق ما انا يعني. بعمل كده، انا اي مكان بروحه بيقول لي سكان الكيو ار كود، صراحة بصراحه بقول له انا عايز مني ورق، بس لا انا بقول اه لك احنا اصحاب وقاعدين جنب بعض باخد ما لك ده خد ده هوت ده ده بقى سبوت. ده دي ما هو دي برضه ده جانب السيء من التكنولوجي، الانسكيورتيز اللي بقت عند ايوه. الناس. وبصراحة يعني معهمش حق، بس مش للدرجة دي يعني، عشان الناس بس بدأت تدخل في قوقعة كده، اللي هو لا احنا مش عايزين الحاجة دي كلها، خايفين منها. فللأسف ده شيء سيء يعني. هو بص يا صاحبي، بقى في زي مس كده لأي حد بيشتغل أو له علاقة بمجال التكنولوجي، إن انت هو هاكر، هاكر. يا انت جدعان رامي مالك المجال ده ولابس بحر. الهود أيوه بالظبط، المجال رامي ده مالك بحر ولابس يا الهودي جدعان. وهاكر. أيوه، وإحنا هو بنشتغل في شايفك حتة لابس قد كده. زعبور. أيوه ايوه لابس الهودي وداخل انت هتهكر. يا جدعان إحنا اه بنشتغل في حتة قد كده، إحنا المهم في بحر. احكوا لي يا شباب، احكوا لي ايه اخر التطورات. آخر حابب اعرف التطورات. ايه الجديد في أنا قعدة القهوة. أنا وسيف كنا عايزين نروح السينما، بس الأجازة ضربت مننا ومش هنعرف نروح. انا سامع اخبار عن حوارات السينما دي كتير قوي يا عم مؤخرا، ده ومش عارف، موضوع حاسس موضوع كبير. مش فاهم. المشكلة ان انا بقى عندي مشكلة في نظرية المؤامرة شوية يعني. ما بحبش اسلم ليها قوي. يعني ببساطة nobody cares يعني، احنا بس اللي عمالين نحط لنفسنا عقبات ومشاكل وحوارات. مش بص، هو عارف انت ايه كلامك السبب. صح. احنا بنحط لنفسنا مشاكل، بس في برضه حاجات جايه علينا وبقت باينه قوي، بقت حاجات باينه قوي قوي يعني. بقت قله ادب. واخد بالك؟ يعني هنا في مم. مصر دلوقتي الناس اللاجئين والافارقه والموضوع ده، مم. في ناس محترمه، بس في ناس بداوا يحتلوا مناطق، يحتلوها احتلال. واخد بالك؟ في حوار داير، واحنا ملبوخين، يعني احنا ملبوخين في حياتنا. واخد مم. بالك؟ كان في فيلم سيف، كان في الحوار ده، فاكره اللي انا وانت قعدنا نشتم فيه، اسمه باين عائشة لا تستطيع الطيران. يا لهوي. ده حاجة من احنا بقالنا أسوأ. كام سنه في افلام في يا جماعة مصر يا بتتعمل في جماعة حد مصر. يكلم لنا آدم مكيو يا جماعة. أنا حاسس اه والله إن احنا محتاجين ادم من الحلقة الكيوفة. قلبت ثرثرة فنية يعني، حد يجيب لنا آدم المواطن مكيو. المصري، المواطن المصري المعذب. ايوه. رجلات الدولة، خلونا ايوه. نتكلم عن رجلات الدولة. لا الفيلم ده بجد من أسوأ الحاجات اللي انا شفتها في حياتي عموما. يعني انا ما مش قادر، انا كملته للاخر يعني، اسف انا قعدت وكملته، استعجيت على نفسي انت وقلت الله يكون خلاص في بقى، عونك، بدأت ده حاجة فيلم. لازم اكمله. انا شفت ريفيو عليه ما شفتوش. إيه يعني اللي حصل؟ أنا ما أعرفش، أنا بصراحة ما أعرفش، مش متابع أي حاجة. بص بس هو شايف دلوقتي في فيلم القصة اللي دايرة، القصة طبعا اللي كده دايرة. كده. ثواني مم. ثواني عشان أقول اللي أنا فاهمه من الموضوع وبعدين وضحوا لي يعني. ماشي. اللي أنا فاهمه إن محمد رمضان عامل قلق كعادته وصياح، ودي مصر بلدك، فاهم انت؟ نفس الاتيتيود حاسه يعني. ما اعرفش كان ايه الداعي للجمله دي في الحفله، وما اعرفش ايه الداعي اللي هو بيعمله دلوقتي على الفيلم. والراجل الصعيدي الغريب اللي التعمى جاي تعمل ايه يعني؟ ايوه. جاي تعمل ايه في الفيلم يعني؟ جاي اسمعه، فاهم؟ انا مم. بحب مش عارف ايه، فده منتهى الضحك. وفي فيلم تاني انا مش فاهم هو مصري ولا مش مصري، سيفن دوجز ده ولا اسمه ايه؟ ما اعرفش الفيلم ايه بجد يعني. انا مش عارف
لو قررت اتفرج على الفيلم، ايه اللغه اللي الفيلم ده متمثل بيها؟ بجد انا ما اعرفش، والله ما اعرفش. هو وشايف ان عادي، هو فيلم مصري، واخد بالك؟ بص فيلم هو مصري، ابطاله انا مصريين بس. تقدر تعتبر فيه ضيوف شرف. بالظبط هحاول اه اشرح لك وجهة نظري انا حاسس وبعد ان كده المصريين سيف. هم اللي ضيوف شرف فيه، يعني ما انا بس اللوجو هندي جدا. طب يعني انا البانر بتاع الفيلم شايفه هندي جدا، مش عارف ايه ايوه يا ده. ابني، انت لو شفته في فم- المترو بقى شاطر في محطات المترو، لا شكله وحش اوي اوي، انا مش شكله فيلم عارف ايه هندي ده بجد. بصراحه. اه مش عارف ايه ده، حاسس ان بقى فيه مبالغه زياده عن اللزوم. يعني في حين ما اعرفش، في قناعتي يعني اخر 5 6 سنين مثلا، الحاجات اللي انا اعجبت بيها او حبيتها هي الحاجات العاديه، والعاديه بجد، اللي هو بني ادم صحي من النوم، غسل وشه، نزل ركب العربيه الفيرنا عادي جدا، راح مش عارف ايه. دي الحاجات اللي انا حبيتها، اللي هو مثلا احمد داوود عملها، عصام عمر عملها، مش عارف ايه. يعني الحاجات دي هي اللي عملت بوم مم. بجد. وحبيتها، اللي هو زعلت اما خلصت، يعني اللي هو لا مش عايزك تخلص، انا ايوه مستمتع بالظبط. بالحياه دي. يعني مثلا الهوى سلطان برضو بصراحه حبيته جدا، مع يعني بغض النظر انت بقى عن حبيت الاراء. الاجواء. اه انت حبيت بالظبط. الاجواء. الاجواء ايوه. دافيه وعاديه، انا ايوه، ما اللي هو حبيتش ينفع يتعمل الفيلم. فيها قصه خفيفه. ماليش دعوه بالتوبيك، وده مناسب للمجتمع لا او انا مش لا، هو قصة بس مناسب او هو مش انا مناسب، حبه. انا هو الفيلم انا ما حبه. عجبنيش، انا الفيلم ما لا بصراحه عجبنيش، الفيلم، ده حاجة لا تانية. الفيلم، فيلم دافي. لا دافي يا ما بص. حسيتش فيلم بكده دافي بيحكي بصراحة. حياه بص، هو بني ادم الشاطر عادي قصده على عايز الجو يشتري شقه. العام. ايوه انا فاهم يقدر يطلع منه الاتموسفير، هو قصص عاجبه. كتير في الجو العام. يعني بالظبط. الفيلم، الراجل يعني شاب عادي، راكب تويوتا كرولا وارثها ولا ما تفهمش، ونفسه يشتري شقة ويتجوز ويبقى عادي، وزرق نفسه في قسط شقة، اللي هو انت البني آدم انت العادي، مش عندك، اللي عايش في ماونتن فيو راكب الكامارو ولا مش عارف ايه ونازل مش ده. انت انت علشان فاهم؟ مربوط بالتويوتا كرولا طول عمرك، انت فاهم. بصراحة أي حاجة فيها تويوتا كرولا فانت يعني تمام. I appreciate it. تمام. أي حاجة فيها تويوتا كرولا أنا بموت فيها الصراحة. لا انا يعني الفيلم ده كان كله على بعضه كده ما عجبنيش، ما اتبسطتش وانا قاعد بتفرج، مش عشان الافكار اللي هو بيطرحها، انا اتفرجت على حاجات فيها افكار العب من كده مليون مره، مش دي قصتي. انا الفيلم كله كفكره ما عجبنيش، مش حاجه انا محتاج ان انا اناقشها في مجتمع. انا عايز فيلم يبقى عادي ما بس هو بيديني هو حاجه. هو بالظبط، هو بالظبط يا نصر، دي الفكرة فيه، ان هو ما فيهوش فلسفة، ما فيهوش لا حزق. لا هو انا ما حاسس ان في انا حاسس ان في افكار بتتحط فيه والكلام ده كله، بس هل الافكار دي مناسبة ان هي لا يعني هو مش مش قصة دي مش مناسبة، لا دي قصة تتحكي بالطريقة دي، ما ممكن تتحكي بمليون طريقة تانية وتبقى احسن. هفهمك قصدي، وايه اللي عجبني فيه برضه يمكن اكتر، ان هو قصة ان هو ما فيهوش حزق. هو حياة عشوائية جدا، ودي الحياة. يعني هو جايب لك الحياة بجد، واحد تايه راح زنق نفسه في قسط شقة، مش عارف هيدفعه منين، نفسه يتجوز بأي شكل، نفسه يعمل أي حاجة جديدة، فاهم؟ مش نفسه ما يعمل دي أي بقى حاجة جديدة. كانت ممكن تتناقش بطريقة غير دي، بطريقة احسن كمان من كل دي. حاجة ليها ألف يا معلم، طريقة. ما انت عندك عين سحرية في رمضان اللي فات، معلش احنا مين فينا ما كانش موجود في فترة في حياته هي حياة عصام عمر دي. ماشي، ايوه، بس ايوه. أنا عايز أقول صح. لك برضو، برغم يعني عين سحرية، أنا حاسس إن هو مش عارف ليه ده دبل مأثر عليا اليومين دول. الإضاءة وطريقة الإضاءة ومش عارف إيه، حاسس إن هو اقرب ما يكون لعمل عالمي يعني. ايوه، بس حصل. مش عارف سسبنس، يعني لو جيت تحطه في الواقع، الواقع فيه حاجات أسوأ من كده بكتير، في بلاوي اكتر بكتير. حصل. بس مش ده الميجور، يعني مش كل الناس كده. طب ما هو الهوى انما سلطان كل مش الناس في كل الناس التوهان كده. بتاع احمد داوود. مش كل ماشي، ما هو توهان ماشي، يعني بس فاهم، مش كل مش الناس في بنفس التوهان بتاع الحياة احمد دي. داوود في لا الهوى سلطان. انا فاهم، بالنسبة لي كل كان الناس عين في سحرية التوهان كان ده. اقرب لي، يعني ده كان اقرب لي. بالعكس، ازاي انا ممكن عشت اقرب انا لك انت، عشت بس مش فترة. الميجور. لا انا عشان احنا عشنا فترة كنا فيها عايشين الحياة بتاعته دي، بنروح نجري على اي شغلانة مجرد ان هي تجيب لنا 100 ولا ايوه 200 يطلع جنيه اي نعرف مصلحه بصراحه، تروح نعرف تصمصر نعيش بيها كورسات، الشهر. تعمل اي حاجه، المهم ان ايوه انت تجيب بالظبط. اي قرش. انت بس في فاهم. الاخر يا ناس، انما يعني الليفل فكرة ده ان من انا السسبنس. يا عم ماشي، انا معايا مش عارف ادفع قسط شقة منين، عايز اتجوز، الكلام ده كله حلو كفكرة، بالظبط، ده تمام. الحياه.
فاهم؟ انما الفكره دي اتنفذت ازاي في فيلم، اتنفذت بطريقه مش ما عجبتنيش في الفيلم، مش فما عارف بصراحه، حسيتش ان ممكن. الفيلم هي قريب ليا. اذواق يا جماعه، اذواق ما بالظبط، هي اذواق. بالظبط اذواق ممكن، بالظبط. بس يعني انا مثلا عجبني انا قادر، الاغنيه، يعني انا طلعت من انا الفيلم قادر ده ببهاء اربطها. طبعا سلطان. بهاء سلطان لو قال اي حاجه كده كده تمام، يعني بهاء بالظبط. سلطان موضوع منتهي، ده ما بنتكلمش ايوه فوق مستوى بالظبط. النقد يعني. بس يمكن انا كنت قادر اربطها برضو بابو العروسه. يعني أنا ابو العروسه كان بالنسبه لي الممتع فيه ان هو مش حاجه لاكشري، ومش ايوه حاجه فلسفيه. هو حياه بني ادم موظف عادي، عادي. مش بيصحى من النوم يلاقي مشكله يحاول يحلها، مش عارف حتى ايه، المشاكل بيقابل شبه مشاكلنا. مشاكل. ما هو ده ما عشان كده بقول لك يا نصر، اخر حاجات عجبتني يعني، اكتر حاجات عجبتني في السنين الاخيره هي الحاجات اللي ما فيهاش حزق. انما دلوقتي بقيت حاسس ان في تو ماتش حزق، تو ايوه ماتش فاست اند فيريوس، تو ماتش مش عارف ايه، تو ماتش حزق يا جماعه. كفايه حزق، ما كفايه هو حزق. بمناسبة فاهم؟ الحزق بقى، فهو في خناقة دايرة فاحكوا لي الفترة بقى عن دي. الحزق الجديد دلوقتي، ايه ما اللي انا حاصل؟ هحكي لك وجهة نظري، وبعد كده سيف بقى يقول لنا البوست اللي هو كتبه، علشان البوست بتاع سيف فايرال، انت فاهم، وكمية بشر دخلت تناقشوا فيه كانت كتير بصراحة. بص يا اه، اسطى، احنا دلوقتي في لسه ما شفتش عندنا حاجه يعني. محمد رمضان نزل فيلم اسد في السينما، تمام، منزله من قبل العيد، والفيلم الناس كتير دخلته وعجب الناس، وكل الناس كانت طالعة مبهورة باللي شافته في الفيلم وبقصة الفيلم والكلام ده كله. وبعد كده حصل بقى الحادثة بتاعت إن الناس كانوا داخلين سينما في فندق نايل سيتي، وكانوا لابسين جلابية، فالأمن قال لهم لأ وما ينفعش عشان انتوا لابسين جلابية، القصة دي ماشي، ومحمد رمضان خدهم عزمهم وبتاع مش عارف ايه. المهم الدنيا فضلت ماشية عادي جدا وهدوء خالص، وكل حاجة الفيلم في السينما والناس بتروح تتفرج عليه والحفلات كومبليت والدنيا تمام، لحد لما نزل فيلم سيفن دوجز. اللي حصل من ساعة ما هو نزل بقى ده الغريب، إن أصحاب السينمات بقوا بيقفلوا القاعات اللي فيها فيلم أسد، مبقوش بيخلوا الناس يدخلوا فيلم أسد، أو لو هيدخلوا فيلم أسد بيحجزوا لهم تيكت سيفن دوجز، بحيث إن الفلوس تروح لمين؟ لفيلم سيفن دوجز مش لفيلم أسد. فده عامل. طب هل الكلام ده يا جماعه، معلش يعني، هل اي حد معاه اوفيشال دوكيمنت ان ده بيحصل؟ الناس مصورة حاجات كتير جدا، والدنيا مقلوبة على تويتر بسبب طب الحوار ده. ما اعرفش، بس هو انت لو مشيت بنفس نظريه المؤامره، مين قال لك ان الناس دي برضو مش متآمره على الفيلم ما هو التاني؟ مش مين قصة قال لك ان الناس دي مش انا بيحاولوا ينقصوا الفيلم انا مش ده؟ بقول لك ان في مؤامرة، انا مش مقتنع، انا بس انا قصدي ان انا الفنان يعني انا بقول الاستاذ بحكي ده. لك اللي انا شفته، اه وانا مش فاهم، يعني حتى الناس اللي بيتكلموا في القصة دي انا مش فاهم ليه ممكن اصلا سينما تفكر ان هي تقول لك يا باشا بقى احجز تيكت للفيلم ده وخش اتفرج انا على انا انا الفيلم ده. انا انا ليا في ما الاخر الفلوس، يعني انا كصاحب سينما مثلا او اي حاجه، هو ده بالظبط. مشروع تجاري في الاخر، هو بيزنس. بالظبط، انا هستفيد سواء ايه ده ان جاب انا فلوس او ده دخلتك جاب هنا ما فلوس، انا دخلتكش استفدت. هنا. تمام، انا ماشي، استفدت يعني. والناس بقى عاملين حملة على تركي آل الشيخ، بيقول لك هو اللي اشترى دور السينما، وهو اللي خلاهم يعملوا كده والكلام. انا طبعا مش مصدق الكلام ده ولا هو اللي مؤمن عامل بالكلام ده. الفيلمين اصلا، هو اللي عامل ما هو الفيلمين. الفيلمين هو داخل فيهم بالظبط، يعني هي طب ما الترفيه اه داخله طب في شكرا، الفيلمين. كده كده بطلت الحكايه دي. ما طب بالظبط. وانت بقى سيف، ايه رايك في الهاصل اللي حاصل ده؟ هقول لك يا ريس، حوار زي ده ما حصلش زيه من زمان. امم تمام. وفي ظاهره غريبه، انا دلوقتي فيلم اسد ده نزل على النت على فكره، نزل مسروق. ده كان تمام. بيتعرض في القهاوي يا وشفت منه صاحبي. حاجات كتير، امم وعرفت القصه دايره على ايه. فيلم اسد فنيا احسن من سيفن دوجز بكتير بكتير قوي. تمام. وفيلم مؤثر، بس بقى لمين؟ مش لينا، امم للاقليات اللي هنا. امم الاقليات اللي هنا لو شافوا فيلم زي ده هيعملوا حاجه زي 25 يناير فينا. امم دي الكارثه هنا طب طب طبعا. طب يعني انا قريت حاجه عن الافروسنتريك، وان هم بيحاولوا يروجوا للفكره دي من فتره كبيره، من ايام فيلم كليوباترا، ان هم جابوها اصلا سودا، آه. وهي اصلا يونانيه باين او يا حاجه معلم، كده انت يعني. في اسوأ، اه في فيلم ذا اوديسي اللي جاي، جايبين هيلين اللي هي قامت بسببها حرب طروادة، اللي هي المفروض كانت واحدة من اه احلى الستات اللي في العالم، اه جايبينها واحدة برضو سمرة ولا وحشة، واخيلس جايبينه واحد ترانسكشوال اصلا. هي الموضوع الكارثه بقى مقرف. ان البطل نتفليكس في مصر. تتوغل يا جماعه. ايه. هي نتفليكس الكارثه تتوغل. جدا. هي الكارثه
ان البطل جايبينه في الفيلم مش مصري اصلا، جايبينه واحد اه افريقي، مصريين خطفوه من اثيوبيا وجابوه مصر عشان يبقى من العبيد ويتاجروا فيه هو والافارقه. امم يعني عارف لو هو عامل البطل مصري واسمر انا ممكن ابلعها عن اللي هو عامله ده، اه واخد بالك، طب اللي ما هو ما جايب الناس. المصريين اصلا يعني مش مش كلنا بعادتهم بيض بيض يعني. اصلا. لا بجد هم اصلا فاهم المصريين فاهم. الاصليين، يعني انا شايف ان مثلا المصريين الاصليين اللي هم النوبه بالنوبه والصعيد والحتت دي، آه مش بيض يعني، ودول ما اعتقد هو دول اصل احنا مصري. المصريين ما عموما هو مش مش بيض، اسمر المصريين زيي، اه كلهم احنا من فوق لتحت منغولين، مش بس انا بيض. بتكلم ان هم يعني بالظبط. احنا ما دول عندناش يمكن ابيض قالوا شويه واسود طول بعد عمرنا. الاستعمار الفرنسي، فاهم؟ هي المنصورة تلونوا بس. شويه. هي يمكن تلونوا المشكله، شويه بس يعني. المشكله في ايه؟ ان اصحاب البشره السمراء اه مش مرحب بيهم دلوقتي بره، واخد بالك. بره فين؟ الرئيس بره فين؟ الفرنسي كان هنا، كان في بره فين؟ مصر. يعني مش بره مرحب بيهم. عموما، لا سواء في خالص، اوروبا لا او لا لا سواء في لا لا. امريكا دلوقتي لا لا لا. في الوقت ده. بص يا هقول باشا لك، هي مش راقب، القصه انا في مش جايب اصحاب الكلام ده من البشره عندي، السمراء، انا لا مش لا جايب لا، الكلام ده من عندي. هقول لك شوف بس هي. ماشي، اسمعني بس للاخر عشان في كمل. انا مش جايب الكلام طب ده هبل. كم لا انا تمام. مصدقك طبعا ان انت اكيد انت مش بتهبد، دلوقتي، ولو بتهبد احنا قاعدين على الاتحاد القهوه فيك. الاوروبي، هو ده كور الاتحاد الهبد. الاوروبي الاتحاد الاوروبي والامم المتحده كانوا بيقولوا عن الناس اللي بتجي لنا لاجئين. تمام. هو ماشي دلوقتي بيتقال مهاجرين. ماشي ماشي. زمان فلسطين كانوا بيبعتوا لها برضه اليهود كلهم كده، ماشي وقعدوا ياخدوا اقليات وياخدوا مناطق لحد ما بقوا عصابات وقلبوا على اهل البلد نفسها. ماشي. احنا بيتعامل معانا نفس المسلسل تاني بدون كرياتيفيتي، يعني بيتعامل لا بدون مش كرياتيفيتي. لا مش والجهل بقى هنا للدرجه في دي البلد منتشر. هو بص، طيب انا بص. عايز انت فاهم؟ اوضح بص، لك نقطة برضو في الحتة دي، يمكن عشان انا بشوفها كل اسبوع. بالنسبة للسودانيين اللي موجودين في مصر، فانت عندك مصر بترجعهم كل يوم تلات. انت لو دخلت محطة رمسيس هتلاقي في قطارات طالعة مخصوص اسوان، ومن اسوان بترجعهم السودان. بص يا سيف. ماشي. ايوه ايوه فاهم. بالنسبة للسوريين، مصر جت تقريبا، مش فاكر السنة اللي فاتت او اول السنة السنة اللي دي. فاتت اه، ما يعني قالوا ما لهم بدأ ارجعوا الوضع يستقر هناك بدأوا يشحنوا فيهم يعني. بالظبط، وقفلوا رجعوهم، لهم قالوا لهم محلات عايز وقتلوا ترجع، كده. عايز تيجي هنا مصر، تمام خلاص، انت هتحول بقى، مش هتبقى لاجئ، بص انت هيبقى اسمك مهاجر. هتخش بقى في اه اجراءات الهجرة العادية، البروسيس بتاعة الهجرة بالظبط العادية. بالظبط هوضح ايوه لك. بص شفت يا بقى سيف، اللي انت قلته ده، نفس اللي بيمشي السودانيين هو اللي موقف فيلم محمد رمضان ده، نفس الجهه، ما بس مش اعرفش هيقولوا كده ما اعرفش عادي. بس هقول لك على حاجة بس يا لان سيف. الفيلم موضوع خبيث، الفيلم م- خبيث قوي. موضوع مرحب بره او مش بره، ده هو بره عندهم سياسة يعني في اوروبا، يعني ما ان ده اللي انا اعرفه يعني، ان هم مؤخرا بيعانوا من موضوع الهجرة الغير مقننة، ان بيجي لهم ناس كتير جدا ايوه، من الهجرة سوريا، بالظبط هي دي. تحديدا. م. من سوريا تحديدا، وكانت الاول اجراءات اللجوء هو اجراء قانوني مسموح بيه لاي بني ادم في الدنيا ان هو يقدم طلب لجوء لاي دولة، بس لاسباب معينة، ان انت دولتك يكون فيها حرب او ان انت تكون مضطهد لاي سبب من الاسباب. ماشي. فبناء عليه بتقدم طلب اللجوء ده، والدولة دي غالبا في دول كتير بتقبل الطلب ده، بتديك معونة كمان معيشية لحد ما تبدأ تقنن وضعك وتشتغل وتظبط أمورك يعني. الهجرة بقى، طرق الهجرة دي دول معينة بتعملها عشان يعني زي كندا واستراليا والحتت دي، الدول دي التعداد السكاني مش كفاية ان هو يقوم اقتصاد الدولة دي او الصناعات اللي فيها والعمالة والحاجات دي كله، فبتطلب كل سنة عدد معين من البني ادمين بناء على كل تخصص معين يدخلوا البلد دي بناء على احتياج الدولة. فده اللجوء والهجرة. الهجرة بقى الغير قانونية اللي حاصلة مؤخرا عن طريق تركيا ويدخلوا أوروبا ورومانيا والحتت دي والمجر وكل ده، ويدخلوا أوروبا على فرنسا وأسبانيا، لأن الدول دي من الأسهل، يعني من أسهل الدول اللي بتدي إجراءات لجوء وهجرة للناس اللي داخلة حتى غير شرعي. في دول ايوه، شرق أوروبا الأوبشن ده مش موجود، غير شرعي هترجع. آه يعني عندهم زيرو سماحية، يعني اسمه قانون زيرو سماحية مع الهجرة الغير شرعية، فما بيسمحوش بده. عكس بقى دول تانية زي أسبانيا وفرنسا والدول دي، وما تيجي تشوف الدول دي على الحقيقة هي قلبت مزابل.
بسبب الهجرة الغير مقننة دي. يا لا معلم بني آدم انا ما ما شفتش تعبش. حد راح باريس ورجع مبسوط. بجد مزابل مزابل يعني. باريس، ايطاليا. ايطاليا موضوع الشباب المصري اللي بيروح من البحر والكلام ده كله، ما يعني انا بحترم ان هم بيدوروا على فرصة، بس معلش يعني الناس دي دافعة بنص مليون ومليون يا عشان معلم يروحوا. انت متخيل، انا معايا واحد في الشغل، يعني المفروض ان انت كبير وتشتغل وظيفة مهمة ومحترم والكلام ده كله، عنده في البلد بيعايروه يعني ايه ان انت بتشتغل مهندس ومش قادر تبني بيت ولا تشتري ارض، ده انت اللي سافروا راحوا ايطاليا ما شغالين، ما شغال اللي شغال سباك واللي شغال نجار، مع احترامنا طبعا لكل المهن دي، اشترى بيت كل وارض. الناس كل الناس محترمة، يا بس لما تيجي معلم تشوف الناس دي وصلوه عملت فلوس يا معلم ازاي. وصلوه ان هو فعلا اهله خلوه ساب الشغل وراح فعلا شحنوه على مركب، احنا بقالنا سنة ما نعرفش عنه حاجة، ما نعرفش هو عاش ولا لا، ميت. ما هو برضو ارجع واقول لك، عشان برضو مش عارف، دي ناس، يمكن ناس كتير مش بتبقى واخده بالها من الموضوع ده. في اوروبا عشان تعمل فلوس ده ماكش غير حل واحد، انك تاكل زباله اي وتعيش في زباله. ما هم يعني كده. هتعيش في شقه مع 10 ولا 11 واحد، عشان يا تدفع معلم ايجار ومين اللي قالك ان اللي 200 هنا يورو. فارق له، اللي هنا مش فارق ما- له، انت بتبعت لي لا، كل شهر يا معلم، انت بتبعت لي بالظبط كل شهر بالظبط 500 يورو. بالظبط. هو شايف 500 ايه ان يورو انت دول هنا بتبعت في فلوس، مصر بس انت كام؟ عايش ازاي؟ ماشي، انا ما بتكلمش بقى على اللي ما عندك، انا يف... بتكلم ما... على البني ادم وتقديره لنفسه ولحياته. انت عايز تعيش بره بشكل محترم، انسى الفلوس. الارقام اللي بتتعمل دي ما بتتعملش بالشكل ده، لان اي انت اولموست ايا كانت الدولة اللي انت فيها، انت تلت فلوسك، تلت مرتبك ضرايب، تلت مرتبك ايجار لو هتعيش لوحدك. عشان ما تعملش كده بقى، هتعيش بقى ايه 10 15 واحد تاكلوا قرف، اي اكل، فاهم؟ وحياة مقرفة يعني، مش حياة ادمية عشان بالظبط. تعمل فلوس. وبرضه شوف بقى تصرفهم في الدولة دي نفسها، واحترامهم للقانون، وتسويقهم لسمعة بلدهم، شيء قميء يعني. ده اعتقد معرفش، بس اعتقد من اكتر جنسيتين بقوا مكروهين في اوروبا سوريا ومصر. اعتقد من كتر المشاكل اللي بتحصل من الجنسيتين دول. طبعا المغاربة نفس الكلام، المغاربة المغاربة والجزائر. على يعني المغاربة العرب عموما، المغاربة في هولندا كتير، يعني هولندا دي بتاعت مغاربة مش المغاربة عارف. المغاربة بشكل ما بيندمجوا بسرعة برضه. وعلشان كمان في والتوانسة فرنسا هم المغاربة والتوانسة والجزائريين في فرنسا بيندمجوا بسرعة. بيندمجوا الجزائريين بسرعة. يعني عناف شوية بس. اما بصراحة ما اعرفش، انا يعني ما اعرفش عن الجاليات بتاعتهم حاجة، بس اللي انا التوانسة بشوفه من زي الجالية العسل يا صاحبي. المصرية، بشوف من التوانسة أنا الجالية، لا اشتغلت التوانسة دول معاهم ناس زي العسل. جمال بصراحة يعني. من ارقى الجنسيات اللي شفتها بصراحة. بحبهم قوي بصراحة. من ارقى الجنسيات ثقافيا وفكريا. بحبهم يعني. آه بص عشان بس نرجع اللي انا بس للنقطة بتاعت الفيلم دي، بص يا سيف، هو أنا شايف حاجة برضه، أنا حاسس إن الفيلم ده معمول علشان يبقى مناسب للستاندردز بتاعت الأوسكارز، الستاندرز اللي هم غيروها وكانت سبب ان كريستوفر نولان يغير في الاوديسي كاملة ويجيب ما ناس هي دي غريبة الكارثه بقى. يحطها علشان بس يبقى مناسب للستاندرز، علشان الاوسكار، علشان ياخد حتى ترشيح للاوسكار. انت خلي بالك انت ما ما هي دي عندكش الكارثه. فيلم مصري قبل كده وصل للفاينل ليست بتاعت الاوسكارز. ماشي، فانا متخيل ان هم بيحاولوا المره دي ان هم جابوا التشيك ليست كده بتاعت ايه، بتاعت الاوسكارز، عايزين كذا موجود، عايزين كذا موجود، عايزين كذا موجود، انت فاهم؟ فتمام كل ده موجود، حلو، يبقى احنا ضمننا ان احنا على الاقل ممكن على ان الناس تشوفنا، وممكن ان احنا نوصل للفاينل ليست. انا ايوه، انت كلامك صح. هنا بقى البلد دلوقتي الحمد لله الحمد لله، مصر لازم هي اللي بتدي الاذن للافلام اللي بتروح الاوسكار من عندها. ما انا عارف، تمام. هم بيختاروا لستة الفيلم افلام هنا ويبعتوه. الفيلم هنا لو هم سابوه في السينمات بشكل طبيعي الناس هتدخله. خلي بالك، الناس ما عندهاش وعي. تمام. فده حد مش عايزنا نشوف الفيلم ده، مش عايز الفيلم ده ينجح، لان الفيلم ده فعلا المعايير بتاعته بتاعت الاوسكار دي كارثيه. لو اتروج له حلو وبره اتشاف هياخد الصوره دي عن مصر، لان الفيلم مش تاريخي، فيلم فانتازيا تاريخيه. ايوه انا مم. فاهم. الناس هتاخد ان ده بجد. واخد بالك ان احنا كان عندنا كده، واحنا ما كانش عندنا كده خالص. يعني الفيلم ده لا يمت للتاريخ بصله. فانت عامل الفيلم بتناصر ناس هناك بيدعموهم. هناك لما الفيلم ده يتعرض هناك هيقول لك لا، ده حقهم،
دي بلدهم، ده هم عايشين فيها دلوقتي، الموضوع هيهيج بقى علينا. فهنا هم ما مدركين اعتقدش. ده. مش عارف، ممكن. وطبعا احنا كده كده يعني عندنا البلد بصراحة في السياسات الخارجية مؤخرا تحفة تحفة، ده حقيقي. وتفكير يعني منتهى القوة يعني، والسياسة سياسة رشيدة بجد يعني. بس بس انا ما افتكرش يا سيف ان هو ممكن يعني يبقى بس مش فيه عارف، حاسس يا الامباكت سيف ان ده. احنا ان الطرح بتاعك ده يا سيف، مش عارف، حاسه مديله اكبر من حجمه. انا والله يا شايف، معلم انا انا وجهة لما بجد انت نظري نزلت بتصنع الشارع، منه بطل حتى، يعني علشان حتى بطل حتى فيلم. يعني اصلا محمد دياب المفروض ان هو من اللجنة اصلا اللي بتختار افلام الاوسكارز. ما انا بصوا يا جماعه، انا عشان انا في الشغلانه فشايف، فانا عارف ايه اللي محطوط في الفيلم، يعني الفيلم عارف. نفسه انا عارف هم زارعين ايه في الفيلم، لان انا اقدر وانا بكتب ازرع حاجات. وخد بالك، واحده زي الناس اللي كاتبه دي زي شيرين دياب وخالد دياب، الناس دي انا بحب افلامهم وقصصهم، ولكن طرحهم ليهم اسلوب كده زي فيلم بن شامه. لما انا تاملت فيه انا ما كنتش واخد بالي، اما لقيت الناس كاتبه عن حاجات الغلطات بتاعت الدين والكلام ده، لقيت في كارثه، في كوارث فعلا يعني، في غلطات دينيه يعني. مش هقول لك الحاد، ده هجوم على الدين نفسه. فدي حاجه ضايقتني لما عرفتها، لما اتفرجت على الفيلم ما كنتش واخد بالي. دي المشكله بقى اللي ضايقتني، ان انا ازاي اتمسح دماغي كده وما كنتش واخد بالي من اللي بيتقال ده. مم. يعني ايه يعني، انا ازاي انا كنت بضحك ومش واخد بالي. واخد بالك، انا زعلت لما شفت التحليل كلام صريح، صريح، حرام، اللي هو كلام صريح ما ينفعش. واخد بالك، اللي هو غلط في الذات الالهيه نفسها، اللي هو ازاي، فالناس دي طب عليهم علامه استفهام. انا معاك يا سيف، يعني انا لسه ما شفتش الفيلم لحد دلوقتي، بس يعني انا كده كده مخطط ان انا اشوفه، انت عارف. بس عايز يعني بص، ده سؤال لينا احنا التلاتة. ايه الفرق ما بين اللي بيحصل في فيلم زي ده واللي احنا بنشوفه في افلام ومسلسلات اجنبي تانية بيحصل فيها ألعن من كده مليون مرة؟ عايزين نفكر في السؤال ده بجد. هقول لك ان الفيلم ده ان احنا بيعكس واقع عندنا. درجة تقبلنا للاتنين. بص هقول لك، انت بتتفرج على الفيلم الاجنبي برضه، ومش مش بتوقعه على يعني مش بيبقى ليه اثر نفسي عليك انت كبني ادم، او قادر تربطه باحداثك اليوميه وبحياتك وبتاريخك قد ما بتتفرج على عمل مصري. ده كده كده يعني، انت حلو. عمل الاجنبي انت بتتفرج على فيلم حلو مم. وبتنسى. انت فاهم؟ ايا كانت الصوره اللي هم بيصدروها لك، فهم بيدوك صوره عن هناك، عن نفسهم، مش عنك. فاهمك. انما ده حتى لو انت بني ادم مش عارف مثلا تاريخ كويس، هتاخد الحاجه دي كانها واقع مسلم بيه. زي ايوه بوستات ده اللي فيسبوك، اقصده. في ناس بتاخد ثقافتها من فيسبوك بجد، مم. يعني خاصه الناس الكبيره يا عيني يعني. الناس للأسف الكبيره اه. كانوا زمان بياخدوا ثقافتهم من الدكتور مصطفى محمود في ومن التلفزيون، الجورنون، من الجورنان. واي دكتور مصطفى محمود والجورنان ومش عارف ايه والحاجات اللي هي الجورنال اليومي بتاع الاخبار والحاجات دي، بياخدوا منها ثقافه. فكانوا بيقروا، كانوا بيتفرجوا على ناس هي طالعه تقدم قيمه. الناس دي بعد كده بقوا بياخدوا من التلفزيون حاجات زباله، انت فاهم، كذب طبعا من التلفزيون، وبيفكروا ان هو دي السياسه وهو ده الواقع وهو دي الحياه. دلوقتي الناس دي لما بدأوا يفتحوا فيسبوك ويعملوا فيسبوك، اقعد مع اي حد من اهالينا الكبار مثلا، هتلاقي ان هو واخد ثقافته من فيسبوك، معلوماته من فيسبوك. فللاسف هو دي طبيعتنا كشعب يعني. ايوه في حاجه بس في آه، كتابه الاعلانات. درجة تقبلنا برضو ل... يعني انا قادر اقرا وجهة نظرك دي، اللي هو علشان هم بره عننا بالظبط. انت فاهم. مش مهتم. ادام مهتم. بعيد عني قول فانا يا باشا ان خلاص. انتوا شواذ، قول يا باشا ان الفايكنج دول كانوا شواذ، انا مالي. انت انت فاهم. فاهم؟ ايوه بالظبط، انا مش فاهمك. مهتم. طب ما دام بعيد عن، فانا تمام. ايوه انت ما فاهم؟ أنا... ايوه بس برضو انت بترجع تاني، يعني بتلاقي برضو في افلام مهمة كتير انت نفسك بتحبها وبتحب تتفرج عليها، طرحة حاجات زي دي. تمام، بس انت ما يعني درجة ان انت مش تقبل هيوصل حاجة زي دي لمشاعرك. ولا لا؟ مش مش هيوصل زي هنا. لمشاعرك زي العربي، فاهم؟ اما تشوف عمل عربي مصري، احنا برضو خلي بالك طب ما كمصريين هو كان في محدودين. فيلم لنور الشريف زمان كان بيناقش قضية الإلحاد. الفيلم طبعا ده فاكر. الفيلم ده بجد عظيم. في جنة ونار ايوه ولا مفيش طبعا. ايوه، جنة واحنا ونار؟ تقبلنا الافكار اللي فيه. بس وكان طبعا. هنا، معمول صح بنيه كويسه، ما كان انا معمول بنيه دي كويسه. النقطة اللي انا هقول لك عليها. هل الفرق هنا طريقة
الطريقة اللي وصل لي بيها المعلومة او الهدف اللي هو عايز او الحاجة اللي هو عايز يعبر عنها، الطريقة اللي هو وصلها لي بيها كانت صح والطريقة دلوقتي غلط، فهي دي اللي عاملة لي حساسية. اعتقد مش، طب قول يا سيف وهقول لك برضه وجهة هقول نظري لك في الحوار الموضوع ده. ده ليه علاقه اكتر بكتابه الاعلانات، فانا هفسرها لك دلوقتي. دلوقتي لما انت تكون عايز توصل احساس لجمهور مستهدف عشان ياخد اكشن ناحيه حاجه ويجي يشتري منك، انت بتعمل له حاجه في الاعلان اسمها، بتحطها له اسمها انسايت. انسايت ده يعني اكس كده، اكس ما بين ايه وايه؟ ما بين الحاجه، المنتج او الخدمه اللي بتقدمها له، تمام، او الحاجه اللي انت عايزه يعملها، وما بين حياته، م. تمام. فانت لما تيجي هنا يبقى ناس عايشه عندك زي العبيد، فيهم جزء زي العبيد، جزء كبير زي العبيد شغال باقل منك هنا، وتيجي ده تقول حقيقي، تعرض ده له حقيقي، فيلم، تعرض له مستغلين جدا. فيلم تقول له ده في واحد اهو زيك جه وما استحملش العبوديه دي وعمل ثوره على النظام في الفيلم، واخد بالك؟ وفي نفس الوقت عندك هنا اقليه تانية بتدعم بفلوس من بره، مسيطرين على اماكن وشوارع، يعني وقاعدين نقدر هنا قانوني، نقدر قانوني نقول بس يا بيجي سيف، لهم دعم، نقدر عاملين نقول تجمعات، نقدر نقول ان هو بس عشان لما المشكله تيجي الاكبر في ساعه الفيلم ده الصفر. توقيته. ايه؟ هنقدر نقول ان مثلا المشكله الاكبر في الفيلم ده توقيته، ان الدوله هو مش في مقصود حمل توقيته حاجه زي دي ومقصود كل دلوقتي. حاجه، للاسف توقيته غبي، توقيته غبي قوي، الدوله فعلا توقيته غبي. مش عارف يا سيف، بس البلد في انا وضع انا وحش. افتكر ان احنا شفنا في السينما طول عمرنا بنشوف افلام اجرأ من كده على النظام، وما لا مش كانش زي ده. بيبقى فيه ما انت كانش دلوقتي بيبقى الخطر فيه عليك. وجه الاعتراض ده. ما هو بص يا لا ناصر يعني يبقى برضه يعني الخطر هقول لك. معلش يا خطر. سيف، معلش يا سيف، انت فيلم صرصرة فوق النيل ده أسوأ مليون مرة، يعني بيحكي واقع أسوأ مليون مرة من اللي انت شايفه ده، وكان بيتكلم عن الهيبز. بيحكي عنك انت لا ده كان وناس بيتكلم عن مصريين. الهيبز، انت فاهم يعني الهيبز ماشي اللي ماشي، جم مصر، الثقافة نفسها اللي دخلت مصر، انت فاهم. فاهمك، بس الهيبس دول هيعملوا ايه في مصر؟ ايه الف... الكارثه اللي ممكن تحصل في بس مصر هنا؟ بس انا بس يا قصدي ان ناصر في برضه افلام يعني ممكن. كانت افكارها، وزمان برضو درجة الوعي كانت اقل في الشعب، لا انت لا فاهم. لا انا لا عايز لا اقول لك لا، بقى ثانية زمان. معلش، انت واحدة، درجة ثانية الوعي في واحدة، لا لا الخمسينات لا زي لا لا لا، دلوقتي. نقطة نظام، نقطة نظام، مفيش. ما تقنعنيش، ما تقوليش زمان التعليم يا عم. وليه؟ انا نسبة هقول لك، الجهل كانت اكبر. فاكر انت سواق الميكروباص اللي كان بيودينا الكلية، اللي كان بيتكلم انجليزي وفرنساوي؟ فاكره كان ده نتاج بيشغل لنا التعليم فيروز بتاع الصبح. زمان. ايوه. ده نتاج التعليم بتاع زمان. انا الراجل ده مرة قال لي م- كلمة، قال لي زمان كان المستر مستر والمسييه مسييه. اه ايوه اه ده حقيقي. كان المدرس اه الانجليزي انجليزي، ومدرس اه الفرنساوي فرنساوي، ماشي يا وكان في شاطر، بس اتيكيت، نسبة، وكان انا في قصدي حاجة، تعليم يا نسبة نصر. ماشي، بس نسبة الجهل والأمية كانت اكبر لا ساعتها. لا، وان انت بالعكس، تعرض، ولا لا. وان انت هو تعرض للاسف فيلم احنا دلوقتي وصلنا للخرا، عارف ليه لا بس يا فيلم، الجهل نصر؟ اللي بس وصلنا ان ليه انت دلوقتي. تدي افكار بحاجة عارف ليه زي لا؟ كده للناس عارف ليه لا؟ ساعتها عارف ليه لا؟ عارف الموضوع ليه لا؟ مختلف. عارف ليه لا يا نصر؟ ليه لا؟ عارف ليه لا؟ لان تعليم الملكية كان شيء عظيم، انا مش ماشي. بتكلم على كان، الملكية. ثانية واحدة هقول لك. تورث ده الأجيال، والحياة كانت أروق إن الناس تشير النولج بتاعتها دي مع بعض. الناس كانت بتقعد مع بعض، فكان مستحيل تلاقي حد عنده الجهل المقمع اللي احنا عايشين فيه ده. احنا عايشين في زبالة. الناس زمان يا نصر معلم كانت انت، الأم كانت جاهلة، ما بعرفش يكتبوا ويقروا يكتبوا، بس حافظ قرآن. يا معلم انت بس يعني زي ما بقول ثواني لك كده. ثواني ثواني يا شاطر، انت عندك السينمات يا معلم كانت بتتملي ساعة افلام نبيلة عبيد وافلام نادية الجندي ده علشان يخشوا بقى يتفرجوا على الكتف ده في والدراع عصر والكلام بقى ده ايه، كله. ده بقى في تمام. عصر الوساخة، لا ما الانفتاح. يا معلم، ما قبلها كمان الافلام اللي قبلها كمان، معلش كان في افلام س... كان يا ما عم يعلم بقى الا كان، وايام ربنا. ام كلثوم، تمام. كان فيها حاجات ما سيئه، ده ومنيره قصدي. المهديه، وكان فيها حاجات سيئه، بس كانت الناس اهم حاجه عندها. نبيل عبيد ما حدش يغلط فيها يا جماعه، لا ما معلش. نقدرش، بس ما هو كان نقدرش، كان دي كان لا. لا بس لا بس لا لا، كان بصراحة ليها الوعي عند استعراض انا الناس. بعشقه بصراحة. الناس كانت واعيه اكتر يا نصر، الناس كانت لا واعيه انا اكتر. شايف ان زمان، انا شايف ان زمان كان نسبة الجهل كانت اكبر، فكرة ان انت تنشر افكار صعبة للناس زمان ليه يا نصر؟ الناس ما كم واحد الحد بعد تقبلتهاش. نور الشريف يا نصر؟ ايه؟
كم محدش واحد قال حد يا على افلام معلم. نور الشريف؟ انت مش هتعرف يا معلم، انت مش هتعرف، ما كناش عايشين ساعتها، احنا اللي جالنا من ساعتها ان ما الفيلم هي يا ده ابني، ما احنا شايفين الفيلم ده الناس حصل دي. عليه ما الفيلم هو ده ده حصل ما عليه هو ده قلق. بقى، بس نرجع انت اقول لك فاهم، نرجع والفيلم اقول لك اتمنع ده ساعتها كونسبت القهوه، ده بس. كور القهوه، ده كور القهوه، ان احنا كنا بنقعد مع الناس الكبيره ايوه. وبنفهم منهم. فاهم يعني؟ انا كنت بدون ذكر اسامي، يعني كان في حد قعدت معاه قال لك ده احنا مثلا في الثمانينات كانت انا وفلان وشخصيه مشهوره يعني من طنطا برضه، كنا بنعمل كذا في العماره دي وكنا كذا. ايوه فاكر. فكان في ان انت بتقعد مع الناس دي بتفهم منهم. فبناء على اللي انا سمعته من الناس الكبيره واللي انت سمعته من جدك ومن جدي ومن اهالينا، إيه، لا مصر الناس ما كانتش بالسذاجه دي. طيب يعني خلينا نرجع لنقطتنا. تعليم ماشي. زمان كان احسن بكتير من دلوقتي. الوعي زمان انا مقتنع ان هو كان احسن بكتير، ما كانش فيه كميه الحاجات المشتتات اللي احنا فيها، ما كانش فيه كميه الافكار الكتير عايزين نجري هنا ونجري هنا ونعمل هنا، فبيخلي مفيش تركيز في اي حاجه. زمان الناس كانت الرؤيه بالنسبه لها واضحه، حتى الجهله، يعني مش الجهله، مش قصدي جهل الفكر، يعني قصدي اللي ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا، كان عندهم بعض من الوعي في الدين وإدارة الحياة. يعني وعي اجتماعي كويس وذكاء اجتماعي كويس. يمكن نقول مثلا في موضوع السياسة والأفكار والحاجات دي ما كانوش أحسن حاجة، بس عموما لا، أنا بشوف التعليم زمان كان أحلى والناس كانت أوعى، يعني بكل التعليم الأشكال. زمان كان احسن، بس ده مش برضو يقول ان درجة الوعي كانت عالية، لا كانت نسبة جهل فيه، نسبة الجهل كانت عالية. انت ما هو عارف في فاهم. الحوار كان ايه. ايه؟ بس الميزه الفكرة ان زمان الناس كانت دماغها اروق. ايوه، وكانوا الاسره بيشيروا كانت وكانوا ملمومه بيشاركوا. يا ريس. ايوه كانوا ايوه الاسره كانت بالظبط. بيشاركوا. ملمومه. بالظبط الأسرة والخبرة ملمومة. كانت بتتنقل، يعني الخبرة كانت بتتنقل من الأب للابن للحفيد، خبرة حياتية وتجارب حياتية كانت بتتنقل، فبتلاقي يعني قيم واضحة في المجتمع واحدة، قيم يعني على مستوى المجتمع الواحد، تلاقي إن معروف مثلا كل أهل منطقة بعادات معينة أو بطريقة معينة في المعاملة، فكانت واضحة يعني الأمور. عكس دلوقتي انت في العمارة الواحدة في 50 قيمة مجتمعية و50 عادة و50، مفيش توحد في القيم يا المجتمع، معلم، يعني من احنا الآخر احنا الاتجاه مش واحد. يا معلم احنا لما كنا قاعدين في القاهرة احنا ما كناش نعرف مين جيراننا اصلا. ما بقاش اه فينا. انا قعدت ما بقاش في ثلاث نشر للوعي سنين اصلا. 3 سنين الى ان جاري في مرة نادالي وانت يا ابني عايش معانا بقالك 3 سنين ما سلمتش علينا ولا مرة، قلت مش مهتم. بالظبط. صراحة فعلا انا ما كنتش مهتم، لان انا عارف ان مهما حصل مش هندمج معاه، لان احنا من بيئات مختلفة تماما. بس احنا ما اندمجناش غير مع عم عماد بصراحة. يعني حبيبنا ده انا بحبه قوي. جميل. ف فاكر يا عم عماد واخوه؟ ايوه انا اه عرفت ان ليه اخ من سيف. يا اسطى انا ايوه حصل معاه موقف مرعب. حصل معاه ايوه كان انا ايام ما فاكر. كنا مع... ايوه طلعت له، فبقول له لقيته فتح، فبقول له عم عماد. قال لي لا عم عماد مش هنا. فانا قلت ايه؟ امال مين اللي ما واقف انت ولا مين؟ ده ايه؟ فيلم سبليت ده ولا ايه؟ يعني ايه يا عم عماد؟ امال انت مين؟ قال لي انا طيب اخوه. قلت له طيب. يعني خلاصة القول ان انتوا حاسين ان فيلم اسد ده يعني داسس السم في العسل، انا حاسه كده. كعادة الفنان. انا بصراحة يعني الفنان ده بحس ان هو شاطر جدا، لو حد يحط له بلاستر على بقه ماشي اه بقى هو هيعمل. عقليته في البتنجان ما هو خالص. الفيلم ده اللي حصل فيه، اللي حصل في دي المشكله. الفيلم ده ان هو اتحط له بلاستر على بقه. انت ما فاهم. اعرفش، لا انا حاسس ان لا، مش اللي عارف يعني. هو محمد دياب قال له انت هتعمل كذا عمله. لا ما هو تشغلش بصراحة، لا هو دماغك. بصراحة في الحتة دي في كل لقاءاته وفي كل يعني أي حاجة هو بيتكلم فيها، كل كلامه في الجانب الفني بيعجبني، وتعامله مع المخرجين والممثلين والحاجات دي بيعجبني جدا، إن هو قد إيه بيسمع الكلام ومنضبط ومجتهد وكل الكلام ده. بس ساعة ما بيخرج للجانب غير الفني بيبدأ يقول كلام مصايب يعني مصايب. غريب. بتفرط يعني. بس فده ده جزء. الجزء التاني ان هو يعشق الترندات والبروباجندا، بيقعد يعمل اي حاجه واوفر اكتنج بشكل رهيب في حته البروباجندا والترندات والهبل ده، يعني حوار العبط اللي بيحصل ده مش عارف يعني. سيفن دوجز ده بصراحه حاسه حز موت.
حزق موت يعني، في احسن فمشفتوش. حالاته هتلاقيه في الاخر عامل زي افلام باد بويز. ما مش عارف، ما ماشي، بقول لك هو كده كده حاسه. هم لا جايبين لا نفس لا، المخرجين، مش فانت هيجيب باد بويز. هتلاقي، ما انا حاسس بقول لك في بصراحه، احسن حاسس احواله ان هتلاقيه الجيل عامل ده من زي افلام باد الفنانين، بويز بس. حاسس ان الجيل ده من الفنانين يعني، وبعدين يعني كسلانين يبداوا قوي، يطلعوا بدور كسلانين قوي يا جدعان. الراقص وكده هما وخلاص، كسلانين يا ابني، يا حتى اما ان هما يعملوا فيلم اكشن عادل ان هما يغيروا من شكلهم او يتمرنوا، كسلانين قوي قوي. يا عم لا، ده مش مهتم مش مهتم، انا مش مهتم غير ان انا اشوفهم في دور ابهات بقى، خلاص كده. يعني مش هم عارف. يا يروحوا في حتة الابهات، ويعني يعملوا ادوار ينضموا لجانب الاستاذ الفنان العظيم سيد رجب، عشان هم خلاص بقوا اولموست نفس السن يا يعني، عم فاهم؟ انت عندك محمد هنيدي لحد دلوقتي بيعمل طالب في الجامعة حبيب، انت انت لا عايز ده ايه؟ خلاص، ده الصراحة مش عايز اتكلم عنه يعني، ده الصراحة مش عايز اتكلم عنه، بس مش عشان والله حاجة يعني، هو استاذ كبير بصراحة، ولحد دلوقتي همام في امستردام وصعيدي في الجامعة الأمريكية واسماعيلية رايح جاي المفضلين عندي، أفلام عظيمة بموت منها يعني. ده حقيقي. آه، وهو يعني زي ما أحمد السقا دايما كان بيقول عنه يعني، إن ده فعلا يعني ده راس السهم، ده اللي عدى يعني، مش عارف، حاسه غير شكل السينما ماشي، بس يعني، ده حاسه ما بدأ يمنعش ان بعد يغير. كده كان في الاختيارات كان في اختيارات زي الزفت يعني، ده ما طب يمنعش. ما هو ده طبيعي برضه، ما فيش حاجة بتفضل زي ما هي، وصعب إن البني آدم هو بقى اللي يتنازل لازم عن يتقبل القدر ده حاجة من زي دي. النجاح. ايه هو يعني، هو لازم صعب البني يتقبل ادم حاجة زي دي. يتنازل يعني. المهم يعني ان ده محمد هنيدي يعني ايه، ربنا يعينه يعني بصراحه. بس هو الجيل ده من الممثلين بحس ان خلاص كفايه حزق يا جماعه، ممكن نهدى ونعمل حاجات عاديه، مش لازم نحزق، مش لازم نبقى أجانب، مش لازم نبقى بوليود ولا هوليود ولا أي حاجة يود في الدنيا، احنا ممكن نبقى زي ما احنا عادي، احنا حلوين، الجيل ده فاهم؟ الجيل ده عايز يبقى كدواني في نفسه كده، زي ماجد الكدواني ايوه. كده لما ده بيبقى اب. أصيل ده، بص ده أصيل. انا اه عايز برضو حاجة تانية يعني ايه، بص هيئة الترفيه بتاعت السعودية دي تهدى كده وتستهدى بالله وتقعد مع نفسها وتفهم ان الفلوس ما بتعملش فن، الفن بيعمل ما فلوس، بتعملش ماشي. رجاله. ولا رجالة يعني، لا فن ولا بالظبط. رجالة. احنا خسرنا الاثنين كده. انت دلوقتي التجربة بتاعت ديزرت وورير اللي هم عملوها، تمام، وصرفوا 150 مليون دولار على فيلم ملوش علاقة بثقافتهم، وفي الآخر الفيلم جاب لهم 700 ألف دولار وكان كارثة. وفي الاخر ماشي. جود ب5 جنيه خرب الدنيا. بالظبط، انت يا احنا معلم خد فلوسك، انت عندك ناس كويسة جدا عندك، ووصلوا ان هم بيعرضوا مسلسلاتهم وافلامهم على نتفليكس، تمام، وبتجيب مع الناس والناس بتستناها والكلام ده كله. استثمر بقى الفلوس، بدل ما انت بتروح ترمي الفلوس للامريكان علشان يعملوا لك افلام وبتاع ومش عارف ايه، لا استثمرها في الناس اللي عندك، هتعمل افلام احسن بكتير وهتعمل فن اكتر، اهم بكتير، وبيوضح ثقافتك. ما هي نبطل هي بقى نفس اصل احنا نجيب الناس السوبر ستارز بتوع مصر على، ونروح ندفع ملايين الدولارات لناس مخرجين ومؤلفين من امريكا، اصل طريقة تصوير وفيلم اكشن يا باشا، على عيني وعلى راسي، ده لما يتعمل مرة كل فين وفين هننبهر بيه، ماشي. انما انت منزل لي الاتنين في قفا بعض، انت فاهم، واحد انت نزلته بتستهدف فيه الجمهور في الغرب كله، جمهور الغرب كله قال لك يا باشا ايه العبط اللي انت عامله لي ده، والفيلم فشل. تمام، واحد انت مستهدف بيه الوطن العربي اللي هو سيفن دوجز، هينجح وهيجيب فلوس، هيجيب فلوس كتير جدا، بس انا متأكد مليون في المية ان الفلوس مهما كانت الفلوس اللي هو هيجيبها هتبقى اقل بكتير من تكلفة انتاجه. انا متخيل انه هيجيب فلوس من الزهق، لا يعني لا الناس فعلا لا، مش لاقي حاجه الفلوس تتفرج عليها، فاللي هو اي حاجه يا بقى، معلم هيجيب اللي هو يلا اي فلوس. حاجه نجيب هي... عربيات واكشن ودب دش. هيجيب فلوس كتير جدا، انت فاهم، بس لما يجوا يحولوها لدولارات هيكتشفوا ان لا، ده اقل من تكلفة انتاجه بكتير. ما اعرفش الصراحه، فنصيحتي انا حاسس بصراحة ان استثمر في الفنانين اللي عندك علشان بيعملوا بجد حاجات حلوة. يعني في مسلسل اسمه مسامير، المسلسل ده عظيم، عظيم بجد، خشوا اتفرجوا عليه يا جدعان، حلو قوي، ماشي، واللي عامله شباب من السعودية وكلهم عاملين فيه أداء ولا أروع، انت فاهم، في سكتشات وفي برامج صاحبي وفي بجد. مسلسلات بيعملوها موجودة على شاهد، عظيم. اللي قال ليس از مور ده عبقري بصراحه يعني، فعلا كل في حاجات كتير يعني، زي ما قلت لك في الاول، انا اخر كام سنه ما عجبنيش غير الحاجات اللي ما فيهاش حزق، الحاجات العاديه، بني ادم صحي غسل وشه نزل مش عارف عمل ايه، لقى فردة كاوتش بايظه عمل كذا ظبطها راح ما اعرفش ايه،
الحاجات العادية هي دي الحاجات اللي الواحد قاعد يتفرج ايوه عليها بالظبط. وهو رايق وهادي. انما ولاد رزق 3، ولاد رزق مش عارف ايه، كل العبط اللي حصل ده وده معلم الهربان اديني ده. انا موافقك بالظبط، واديني كل فتره كده حاجه زي فيلم زي رامبو، اللي هو فيلم ابقى قاعد مشغل دماغي وبتبسط بيه. مثلا يعني أنت اي، فاهم؟ يعني فاهم قصدي، يعني يعني خلونا الحياة بسيطة يا جماعة. محمد سلام عمل مسلسل ما تكلفش انتاج، فاهم؟ 500 جنيه كاميرا مان، لما هو وحمزة المسلسل العسيلي كله مع بعض، بتكلفه انتاجه ما وطلع دفعوهاش موتنا من لكاميرا مان في الضحك. سيفن دوجز. ولا موتنا من الضحك، ومسلسل عظيم وعشنا ويعني المأساة وكان شبهنا عشان عشنا بيتكلم عن المأساة. حاجة زي. والله كان بيجي لي بانيك اتاك، يعني ما فاهم اللي هو ان انا اتخنقت من كتر المأساة اللي هو عايشها دي، فاهم؟ وبشكل كوميدي برضه ضحكك وخلاك فرفشت. وحمزة العيلي رزعك كام افيه موتوك، ايوه هيفضلوا بالظبط. عايشين طول العمر بصراحة. وتشي فاهم مالك. يعني؟ يعني يعني كفايه حزق. يعني خلينا نقول كونكلوجن بتاع الحلقه دي، ان يا جماعه بعد اذنكم كفايه حزق. تعبنا من كفايه كتر ملح الحزق. وفلفل بس. كفايه حزق، يعني كفايانا حزق قوي. كفايانا نحاول نقلد، يعني نفس كونسبت البني ادم اللي عاوز يتكلم انجليزي، فراح سمع ناس بتتكلم انجليزي وقلدهم. هو ما بيتكلمش انجليزي، هو بيقلد الناس اللي بتتكلم انجليزي بالظبط. بس. فهي الفكره بمنتهى البساطه، احنا عاوزين نعمل حاجه قريبه لينا، نستمتع بيها، نقدر نربطها بحياتنا اليوميه، بأحلامنا وطموحاتنا والحاجات العادية ومأساوياتنا اللي احنا بنعيشها كل يوم. عكس يعني ما اعرفش ايه المشاكل اللي بتطرح مؤخرا في الكومباوندات. مش عايز يعني اعرفها، مش عايز اعرفها مش بجد. مهتم، مش مهتم اعرفها. مهتم ان انا اشوف الحاجة العادية البيور النظيفة الهادية، اللي الالوان شبهنا الطبيعية. بس. الالوان الطبيعية يعني، عادي، حاجات عادية كفاية حزق. بس هو ده هيبقى التايتل بتاع الحلقة دي، كفاية حزق. عينينا. بس. دي ماشي. وشكرا يا شباب، والله نورتونا على القهوة النهاردة. على ايه يا حاسب بقى صاحبي؟ جربوا. شاطر على المشاريب كلها. حساب اه عندي يا باشا انا كده كده. شربت شاي قبل ما نسجل. ماشي. كده كده ترابيزة الشاطر ما بينزلش عليها غير شاي، فعادي. انا تمام. انا انا شربت واثق قرفه جوه. باللبن، حاسب انا محدش عليها. بيحط حاجة هنا غير شاي. شاي ومشتقاته. اي حاجة تانية لا. اي ميه سخنه. اي ميه سخنة، واجب الضيافة المصري الاصيل.